الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. كتير مننا لما بتذكر محافظة أسوان على أنها محافظة فيها مجموعة كبيرة من الآثار بنفكر دايما في الآثار الفرعونية، لكن الحقيقة أن أسوان فيها كمان مجموعة كبيرة من الآثار الإسلامية المميزة جدا واللي بتعتبر على شواهد على حقب مختلفة في التاريخ الإسلامي. النهاردة هنتكلم على هذا الموضوع مع ضيفنا الزميل الإعلامي عبد السلام مدني والباحث في التاريخ الإسلامي. برحب بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ منار، وأهلا بقناة طيبة الحبيبة. يمكن يعني دايما لو بصينا على الأسوان على من الجانب الآخر إنها مكان للآثار الإسلامية، يمكن مش كتير من الناس يعرفوا معلومات عن الموضوع ده. في البداية كده تشرح لنا الآثار الإسلامية اللي موجودة في محافظة أسوان وقيمتها التاريخية، وإزاي بتعتبر إن هي شاهد على مجموعة كبيرة من الحقب في التاريخ الإسلامي. محافظة أسوان يعني بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، يعني ناس كتير ما تعرفش إن فيها عدد كبير من الآثار الإسلامية. يمكن أنا قبل ما أدخل مثلا كلية وأدرس الآثار الإسلامية والقبطية ما كنتش أعرف إن أسوان فيها آثار، رغم إن أنا ابن أسوان. ولكن محافظة أسوان بها عدد كبير من الآثار الإسلامية والآثار القبطية اللي بترجع إلى عصور مختلفة من العصر الإسلامي نفسه. في آثار فاطمية، في آثار بترجع للعصر العباسي، في آثار يعني يكفي أسوان فخرا أن أقدم شاهد قبر في التاريخ الإسلامي اكتشف في جبانة أسوان الإسلامية، بيرجع إلى سنة 31 هجرية في عصر سيدنا عثمان بن عفان، وده اللي هو الفترة اللي تم فيها فتح أسوان والنوبة. هذا الشاهد موجود بمتحف الفن الإسلامي حاليا، ويرجع سنة 31 هجرية باسم عبد الرحمن الحجري أو عبد الرحمن الحجازي. فطبعا كونه أن يكون فيها أقدم شاهد قبر إسلامي في العالم، فدي ميزة بتتميز بها محافظة أسوان. طبعا في القباب الفاطمية اللي موجودة في محافظة أسوان، هذه القباب منها ما يرجع إلى عصور قبل عصر الفاطميين، ولكن هي غلب عليها هذا المسمى لأن أغلبها اتبنى في العصر الفاطمي. في عندنا مآذن بلال في الشلال، في عندنا طابية فتح، هذه الطابية برضو موجودة في مدينة أسوان. هذا بالإضافة إلى العديد من شواهد القبور اللي اتعملت فيها دراسات، يعني وما زالت حتى الآن هذه الدراسات. شواهد قبور أعدادها لم تحصر حتى الآن،
وما زلنا حتى الآن نكتشف شواهد قبور جديدة في كل مكان في مدينة أسوان. أيضا الآثار القبطية في مثلا دير الأنبا سمعان اللي هو المشهور بدير الأنبا هدرة، ده في غرب أسوان. في دير قبة الهوى، ده تحت قبة الهوى، ودي قبة الهوى دي أثر إسلامي. دير قبة الهوى في دير يعني هذا الدير معروف فوق مقابر النبلاء، في كده مبني من الطوب اللبن. ان كانوا المسيحيين يعني بيستغلوا مثلا المقابر القديمه، لانهم بينقوا طبعا بعيدا عن الحكام وعن الاضطهاد، فبيبنوا الاديره، فبيستغلوا المقابر البعيده في مقابر النبلاء اللي هي معروفه طبعا في غرب في البر الغربي، اللي هي سرنبوت وكاكم، اللي هي المقابر الفرعونيه. اعلى هذه المقابر في دير مبني من الطوب اللبن، اكتشف جزء كبير منه في سنة 98 موجود في المقابر نفسها. كان المسيحيين بيستغلوا المكان اللي هو الفاضي أو المهجور إن هم بيقيموا فيه الأديرة لإقامة عبادتهم. الدير كان له عدة مسميات تاريخية يعني في عصور متعاقبة، ولكن اصطلح في النهاية على تسمية هذا الدير بدير قبة الهواء، يعني في الموسوعة القبطية المنشورة سنة 1990، علشان هو موجود بالقرب وتحت قبة الهواء المشهورة طبعا في أسوان، اللي الناس بتسميها كذا مسمى. هي اسمها قبة الهواء، في ناس تسميها قبة الشيخ أبو الهوى، الشيخ علي أبو الهوى، ولكن هي مرصد إسلامي من المراصد المعمولة، يعني مرصد عسكري في الأساس. الدولة الإسلامية لسه ما كانتش يعني في قمة الاستقرار، كانت أماكن يعني جديدة في فتح، في طبعا وانت ماشي حضرتك إلى الجنوب انت بتقابلك عدد كبير من الدول. في النوبة كانت دولة، وبعد كده انضمت إلى مصر في عصور قديمة، ثم انضمت إلى الفتح الإسلامي سنة 31 هجرية، أسوان والنوبة بصفة عامة. فطبعا كان في برضو أعداد كبيرة، وفي طبعا وانت ماشي إلى الجنوب في بلاد الحبشة، في بلاد كتير. فطبعا بيحدث ان ايه تحالفات وحركات انفصالية وهكذا. الفترة دي كانت فترة قلاقل، فجاء الوزير بدر الجمالي وبنى هذه القلاع وهذه الحصون على هذه الأماكن اللي هي تعتبر ثغر أسوان، اللي هو منطقة حدودية بتمثل بالنسبة لمصر كلها البوابة الجنوبية لمصر والنافذة على أفريقيا. ده يعني شيء تاريخي مش حديثا بس، يعني أسوان تاريخي وجغرافي أيضا، يعني مش هنقدر ننكره. بالضبط. زي برضو يعني احنا حاليا أسوان هي عاصمة الثقافة الأفريقية، وأسوان دائما أسوان هي حلقة الاتصال ما بين أفريقيا ومصر. فبدر الجمالي جاء ليثبت هذه المناطق، ويثبت كان في يعني كان بيحكم مدينة أسوان بني الكنز، اللي هم الكنوز، اللي هو كان بيسمى الحاكم منهم كنز الدولة، وهذا اللقب أطلقوا عليهم الفاطميين أيضا. يعني بيقال على النوبيين هنا نصفهم كنوز وفجكة، الكنوز اللي هم بيتبعوا هذا الشق. بالضبط. الكنوز هم اللي هم بينتموا إلى بطن من بطون قبيلة ربيعة، اللي هو كان واحد اسمه أبو المكارم هبة الله، فأطلق عليه الخليفة المستنصر أطلق عليه لقب كنز الدولة، لأنه كان في واحد اسمه أبو ركوة، ده كان برضو منشق عن الفاطميين، وتم القبض عليه في النوبة وسلموه للخليفة الفاطمي. بعد كده برضو حدثت الخلافات برضو في عصر المستنصر، فكان في حروب العكس بقى، كان ضد بني الكنز، وفي مرات ضد مثلا النوبة، وفي مرات مع النوبة، وهكذا كانت الفترة فترة قلاق.
أستاذ عبد السلام، يمكن النهارده احنا في صدد الكلام عن واحد من اهم الاثار الاسلاميه اللي موجوده على ارض اسوان، مأذنه بلال، واحده من الشواهد التاريخيه العريقه جدا اللي يعني بتدل على حاجات كتيره يمكن في التاريخ الاسلامي استنبطناها من وجود هذا الاثر على ارض اسوان. حضرتك تدينا فكره عن هذا الاثر تاريخيا وقيمته ايه في التاريخ الاسلامي؟ مئذنة بلال هي مئذنة بتقع في جنوب مصر وفي جنوب أسوان أيضا، في منطقة الشلال. هذه المآذن أو هم مئذنتين، يعني مئذنتي بلال، واحدة فيهم اندثرت وليس يعني لها يعني يدوبك بس كده موجود منها اللي هو الأساسات بس بتاعتها، ولكن المياه غمرتها فوقعت تماما. في مئذنة مذكورة في التاريخ وموجودة وليها ومتصورة، يعني اتلحقت ان هي تتصور. يعني في مثلا علماء من علماء الآثار الإسلامية زي مونيري ديفلارد وكريزويل صوروا هذه المآذن قبل أن تقع يعني وقبل أن تندثر، لكن في المئذنة الثانية موجودة زي ما هي، والآثار اللي حكت ورممتها زمان الكلام ده يعني طبعا في القرن 19. وهذه المآذن بيرجع تاريخها إلى العصر الفاطمي. بناها الوزير بدر الجمالي، وزير الخليفة المستنصر بالله، في حدود يعني سنة 469 ل 474، في هذه الحدود. كانت هذه الخامس الهجري. كانت هذه الفترة فترة يعني قلاقل وفترة حروب وحركات انفصالية، فجاء الوزير بدر الجمالي ليثبت أركان الدولة في هذه المناطق خاصة في الجنوب، وبنى هذه القلاع التاريخية العظيمة. يعني الشكل العام والطابع طابع ديني، إن هي مئذنة. المئذنة بيتم فيها عمل الأذان عشان الصلاة، بينادوا للصلاة، ولكن هي في الغرض الأساسي من الإنشاء يعني اللي باين إن هي غرض حربي عسكري. إن المئذنة دي كان بيبقى في قمتها في الجوسق بتاعها بيبقى في تبادل إشارات ما بين مآذن على مسافات متباعدة بينها، بس هم يشوفوا بعض. إن يعني الخبر يصل إلى القاهرة في العاصمة إن مثلا في هجوم، يصل في ثانية واحدة أو يعني ثانيتين أو أو دقيقة، قليل من الوقت، قليل يعني من الوقت. إني نتكلم برضو إزاي يعني إحنا هم مجموعة مآذن وبينهم مسافات أكيد. في الأول إيه هي المآذن دي أو اللي حضرتك فاكره منهم من التاريخيا، يعني على ما أذكر إن هي على مسافات متباعدة حتى القاهرة، يعني في المدن المختلفة في الصعيد وغيره. إزاي بقى التكنيك اللي عمل فيها إلى أن يصل الخبر إلى القاهرة إن في هجوم أو هجوم ما مثلا موجود من الجنوب، فالناس تاخد بالها؟ هو كان بيبقى التواصل عن طريق الإشارات الضوئية. ان هم كانوا في النهار بيستخدموا طبعا المرايات بيستخدموها بيعكسوا بيها اشعة الشمس، مثلا اشارة واحدة، اشارتين، ثلاثة، حسب الشفرة اللي هي المتعارف عليها بينهم ان في ان في هجوم. لا مثلا 4 5 اشارات مثلا يعني انا ما اعرفش بالظبط، ولكن يبقى في لا الوضع مستتب. ولكن مثلا المتواجد منها حاليا لحد المشهد الجيوشي في القاهرة اللي في المقطم. احنا هنا في أسوان عندنا منها مآذن بلال، دي معروفة ان هي كانت مرصد من هذه المراصد. في قبة الهواء، في طابية اسمها طابية فتح، دي في مدينة أسوان قريبة من متحف النوبة، اسمها طابية فتح. وفي مآذن مسجد الطابية كمان كان بيذكر منهم؟ هو مسجد الطابية حديث، وكان في يعني هو مبني على أنقاض برضو، بيقولوا إن في طابية كانت بهذا الشكل، لكن هي طبعا ليس لها أثر برضو حاليا، ولكن سمي المكان باسم الطابية اللي كانت فيه. في مسجد في إدفو متهيألي برضو في نفس المسجد العمري في إدفو، في المسجد العمري في قوس، في كذا وفي نجي حمادي، وفي برضو في فرشوط. كل دي كانت تتصل على مسافات متقاربة فيما بينها، ان هم يبقى ايه يعني قمة المأذنة هنا شايفة قمة المئذنة الناحية الثانية، توصل لها الخبر بالإشارة المتعارف عليها من هنا إلى هنا إلى هنا. طبعا بيكون الموضوع ده يعني في سبحان الله بسرعة البرق يعني، ويصل الخبر إلى القاهرة. حصل فيه هجوم أو حاجة زي كده، بيستعدوا هناك، بيجهزوا حملة بتيجي تصد هذا الهجوم. طبعا
طبعا المأذنة اللي احنا الطراز المعماري بتاعها هي يعني متوسطة الحجم، ولكن فيها ارتفاع كده، وفيها هي موجودة أصلا على تبة عشان برضو تسهيل تبادل الإشارات، مش هو كده؟ طبعا المعماري المسلم كان بيختار الموضوع ده بدقة، ان هو كان بيجي يعني يختار هذا المكان بحيث ان هو يكون مرتفع، يوفر عليه في ان هو ما يوصل ي... الإشارة عشان هو كمان لا هو لما هيبني هيبني كده كم اقل. هو اختار مكان مرتفع، فبالتالي هو طبعا لما هيبني مسافة مثلا معينة، وهو مكان مرتفع، بناء اقل بس برضه هيكون قمة عالية بالنسبة له. المئذنة طبعا هي بدنها اسطواني. الشكل الطابية اللي هي يعني اللي بيلعبوا بيها في الشطرنج، نفس الشكل بتاع الطابية، اللي هو الشكل اللي بيمثل الحصن. يعني مكان حصن بيبقى فيه مثلا عدد من الجنود فيها، في الداخل فيه سلم بيكون حلزوني بيطلع بيه المئذنة. بالليل بيبقى بدل استخدام الشمس في النهار، استخدام النار بالليل، بيكون فيه كورة فحم، بيولعوا الفحم يولعوا نار، وبرضه بتكون الإشارات عن طريق المرايات، بس بالليل عن طريق النار، لأن طبعا ما في الشمس بالنسبة له، فبيبقى نفس الكيفية. هو موجود برج للمراقبة، مكان للأذان، مكان للصلاة، قاعدة عسكرية لحماية المناطق الإسلامية. هو المبنى المجاور ليه في مبنى برضو كده جنب المئذنة. تبقى زي يعني المكان هو مكان عسكري، بيبقى فيه طبعا اكيد مش 2 جنود بس، لا بيكون فيه طبعا ورديات، انت عليك من كذا لكذا، وده من الظهر للعصر، ده من المغرب، وهكذا يعني حسب طبعا ما هم بيكون بينهم وبين بعض. والمكان هو في ظاهره ان هو بعيد، لكن الوقت ده كانت هذه المنطقة منطقة يعني مأهولة عامرة بالسكان، لأن هي طبعا موازية لجزيرة فيلا اللي كان اسمها جزيرة بيلاق، وهذه الجزيرة طبعا حاليا دلوقتي تحت المية. جزيرة فيلا اللي هي نقل معبدها إلى جزيرة إيجيليكا حاليا، طبعا دي اللي هي المعابد اللي هي بترجع إلى العصور الفرعونية والبطلمية وهكذا. المدينة اللي هي يعني تقع مباشرة شمال المئذنة اسمها مدينة باب الأثرية. هذه المدينة مدينة حدودية، برضو ثغر من الثغور في مدينة أسوان، كانت مأهولة بالسكان، وكانت المناطق دي كلها تبقى عامرة. ولكن برضو في الأغلب يعني أن المناطق العسكرية دايما بتكون متطرفة شوية، مش بتكون لازم يبقى ليها نوع من الخصوصية شوية واستقلالية، لأن بتبقى طبعا كلها أسرارها العسكرية. سلام برضو احنا يعني لو مش هنقدر نغفل طبعا المقابر الفاطمية اللي موجودة في أسوان، وقد ايه هي يعني شاهد من شواهد التاريخ ان طبعا الإسلام دخل بلاد النوبة يمكن في البدايات جدا، ووجدت آثار لقبور من الصحابة، وكانت تسمى هذه المقابر الفاطمية وتسمى حتى الآن ان هي مقابر الصالحين، يعني موجود فيها رفات الصالحين، ويمكن أهل أسوان كلهم بيكنوا كل المعزة والاحترام لهذه الأماكن، ودايما اللي رايح واللي جاي يلقي السلام على ساكني هذه القبور. ودايما يمكن في جانب روحاني ان هم بيحسوا ان هذه القبور فيها نسمة هوا كده، سواء في الحر أو في الشتاء، أو فيها نسمة جميلة كده بتيجي، فهم مرتبطين بها عاطفيا لدرجة كبيرة. يعني هي فعلا المنطقة
حضرها صحابة فعلا، لأن طبعا أسوان والنوبة فتحت في سنة 31 هجرية على يد الصحابي الجليل عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وده كان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا شهد المكان ناس يعني كثير من الصحابة وكثير من التابعين استشهدوا في هذا المكان، وكان في حركات سابقة لذلك، لأن مصر طبعا فتحت في 20 أو 21 هجرية، وكان في محاولات لفتح أسوان والنوبة قبل ذلك في عصر سيدنا عمرو بن العاص، ولكن هذه المحاولات يعني باءت بالفشل في بداية، تأجلت قليلا. يعني هم عادوا. كان يعني بالنسبة لهم شمال أفريقيا كان هو الغرض الأكثر، لأنه كان الاتجاه كان يعني إلى شمال أفريقيا أكثر، لأنه ده كان معظمه موجود في البيزنطيين، وكان هم هدفهم البيزنطيين، وهدفهم طبعا القسطنطينية اللي توصلنا لها في عصر محمد الفاتح بعديها بسنين طويلة. لكن عاد سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح بجيش إسلامي، واستفاد من أخطاء السابقين في أنه هو اختار أنه هو يكون بعيد. طبعا النوبة كانت معروفة بأنهم رماة الحدق، كانوا يصيبون الهدف في العين في الحدق، فمعظم الجيش الإسلامي اللي راح في وصل في الأول معظمه كان أعور، ان في عين مصابه وعين سليمه. عبد الله بن سعد بن ابي سرح استفاد من هذا الامر في انه كان وقف في منطقه بعيده عن المرمى بتاع ان السهم ما يصلش اليها، وجاب يعني معدات زي المنجنيق وحاجات زي كده، فكان تم له التوفيق، وفتحت النوبه صلحا، لم تفتح عنوة. كان يعني طبعا هناك في فروق ما بين الفتح عنوة أو الفتح صلحا وهكذا. فرحبت النوبة طبعا وأسوان بالفتح الإسلامي، وظهرت الطابع الإسلامي في معظم بلاد النوبة وفي معظم أسوان. بالنسبة للمقابر الفاطمية يمكن هي موجودة مش في مكان واحد في أسوان، هي موجودة في مكانين. بالضبط. الجبانة القبلية والجبانة البحرية. المقابر الفاطمية هي طبعا غلبت هذه التسمية كفاطمية لأن أغلب ما فيها بيرجع إلى العصر الفاطمي، ولكن هي أقدم من ذلك بكثير. يمكن لو تذكر حضرتك احنا كنا ذكرنا أن أقدم شاهد قبر إسلامي في العالم يرجع لسنة 31 هجرية، يعني مع بداية الفتح الإسلامي لأسوان والنوبة. الشواهد كثيرة، والقباب القباب الإسلامية هي على فكرة يعني في الكتب موجودة باسم جبانة أسوان الإسلامية. أما الاسم الغالب لدى يعني بنقول مثلا لدى العامة أو لدى أو عند الباحثين يقولوا المقابر الفاطمية، لأن أغلب ما فيها بيرجع إلى العصر الفاطمي. الفاطمي كانوا يهتموا بمسألة العمارة، وطبعا كانت بالنسبة لهم مصر أقاموا فيها خلافة، فكانت لهم فيها دولة. لكن برضو المقابر اللي هي ليها القبب وليها المسمنة دي بتكون أكتر، يعني الطراز المعماري ليها أكتر. هو طبعا يمكن حضرتك برضو لما ذكرنا الجبانة القبلية والجبانة البحرية دول كانوا متصلتين، ولكن المعمار دخل في وسط الجبانة فعمل لهم اتفصلوا عن بعضهم. أما الطراز بتاعها بقى تتميز هذه الجبانة بأن فيها الطرز بناء القباب جميع اللي هي حاجة اسمها مرحلة الانتقال، ازاي انتقل من المربع إلى مثمن ثم إلى القبة، أو من المربع إلى يعني إن أنا أضيق المسافة إلى أن أطلع بالقبة. بناء القباب ده مش سهل، بناء القباب صعب جدا وبياخد فترة كبيرة من الزمن. يعني بيتبني مثلا مدماك ويستنى ان هو مثلا يجف وبعد كده يروح يبني فوقيه وهكذا. المباني طويلة العمر. طرز عديدة خالص زي مثلا المثلثات الكروية، المقرنصات والدلايات، في البلاطات المسطحة، كل الطرز المعمارية الموجودة في العالم لبناء القباب موجودة في جبانة أسوان الإسلامية. بنشكرك جدا أستاذ عبد السلام مدني، الباحث في التاريخ الإسلامي والزميل الإعلامي والإذاعي في إذاعة جنوب الصعيد. يمكن اتكلمنا على آثار أسوان الإسلامية، ونتمنى أن الآثار اللي موجودة في أسوان الإسلامية تلقى الاهتمام الكافي زيها زي الآثار الفرعونية، لأن حقيقة هي من الآثار القيمة جدا واللي بتدل على شواهد تاريخية كتيرة في هذه الحقب التاريخية المختلفة.
بشكرك جدا أستاذ عبد السلام، وإن شاء الله لينا لقاءات تانية نتكلم تاني عن آثار إسلامية متعددة. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا. كده اللوحات رسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.